واحد العار عندك لا تضحكوا علينا الأجانب، رحنا مقبلين على تنظيم كأس العالم 2030. خوتي المغاربة، حياكم الله أينما كنتم. مرحبا بكم من جديد مع الإعلامي والحقوقي أحمد قرماط بمرصد أبناء الشعب. خوتي المغاربة، مزيان نتكلموا على الحقوق اللي هي مطالب مشروعة، ولكن ما خصناش ننساو الواجبات اللي من أهمها العفة والنظافة. لنفرض مثلا ببعض الجامعات بإقليم سيدي قاسم ما كيتوفروش على مطرح لرمي النفايات. هذا لا يعني أنني كنسمح لنفسي نرمي النفايات في كل مكان. الآن كتلقى النفايات أمام الإعداديات، أمام الثانويات، في طريق السيار وفي الأراضي الفلاحية كذلك. وكتشاهد كذلك واحد المجموعة ديال الأطفال كيلعبوا وسط النفايات. وواحد الفئة كذلك اللي كتهتم بتربية المواشي كتشاهد واحد المجموعة ديال القطيع اللي كياكلوا من النفايات. وتكلمنا العديد من المرات على هاد الكارثة البيئية اللي كتهدد صحة المجتمع ودقينا ناقوس الخطر. قلنا هاد الكارثة البيئية كتهدد صحة المجتمع وكتشكل خطر حتى على الدواجن والطيور والحيوانات، وكتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية، وكتشكل كذلك خطر على الأراضي الفلاحية. ولكن شاهدنا أن بعض المجالس الجماعية ما اهتماتش بالأمر وما جاوبتناش على هاد الكارثة البيئية اللي كيعيش فيها المجتمع اليوم بإقليم سيدي قاسم. مرة أخرى ندعو المجالس الجماعية بإقليم سيدي قاسم ولا سيما المجلس الجماعي بجامعة الحوافات أن يجيب على هذا السؤال: فين وصلت مشاريع جامعة الحوافات وخاصة مطرح لرمي النفايات؟ لكم حق الرد عبر موقع مرصد أبناء الشعب أو موقع من اختياركم، ولكم واسع النظر، وشكرا.